إدارة نادي الاتحاد السعودي يقترب من حسم صفقة لاعب ريال مدريد الكرواتي لوكا مودريتش في الانتقالات الشتوية القادمة. أشار تقرير صحفي اليوم أن إدارة نادي الاتحاد السعودي بدأت تحركاتها الجادة من أجل التعاقد مع الكرواتي لوكا مودريتش نجما وسط ريال مدريد الإسباني خلال موسم الانتقالات الشتوية المقبلة. ووفقا لما أورده الصحفي الإيطالي رودي غاليتي عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي إكس للتواصل، فإن إدارة نادي الاتحاد بدأت التفاوض بالفعل مع ممثلين نجم ريال مدريد. وأضاف غاليتي: العقد الذي يرتبط به النجم الكرواتي مودريتش مع ريال مدريد ينتهي في يونيو، لكن إدارة النادي السعودي تريد إقناعه بالانتقال إليه في الانتقالات الشتوية القادمة. وعانى النجم لوكا مودريتش في الفترة الأخيرة عن ابتعاده نسبيا عن التشكيلة الأساسية لريال مدريد هذا الموسم، وحسب تقارير متنوعة فإن قائد منتخب كرواتيا يبدو في طريق مفتوح للرحيل عن النادي الملكي بنهاية عقده في 30 من يونيو المقبل. ويقضي لوكا مودريتش موسمه 12 على التوالي مع العملاق الإسباني ريال مدريد بعد انضمامه إلى النادي الملكي عام 2012 قادما آنذاك من توتنهام هوتسبير الإنجليزي. وإحصائيا خاض لوكا مودريتش أكثر من 500 مباراة بشكل أساسي في جميع البطولات مع ريال مدريد، مسهما في 115 هدفا، أحرز 37 هدفا، وقدم 78 تمريرة حاسمة، استنادا إلى بيانات موقع ترانسفير ماركت العالمي المتخصص في إحصائيات اللاعبين. يشار إلى أن النادي الأهلي السعودي دخل في السباق مع الاتحاد من أجل التعاقد مع النجم الكرواتي لوكا مودريتش.